ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنعمل مع بعض كفتة الحاتي بطريقة حلوة قوي. دي 600 جرام من اللحمة المفرومة. معاهم بصلتين وسط مبشورين كويس وخدت المية بتاعتهم. طبعا مش هرمي المية، انا هحتاجها. وده عودين بقدونس فرمتهم ناعم. هحتاج كمان معلقة هرمية من النشا او البقسماط، وهحتاج كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة من الملح، ومعلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة كمون. وهحط كمان حاجة بسيطة خالص من مرقة الدجاج، وتقدري تستغني عنها كمان. أول حاجة كده هبدأ بيها إن أنا أعمل الأعواد بتاعة الشيش. هنقعها في مية عشان ما تتحرقش معايا وهي بتستوي. دي مية مغلية، هحطها كده واسيبها لحد بس ما اخلص بقية الكفتة. دلوقتي هبدأ احط المكونات على بعضها. ده البصل لازم اتاكد ان هو مفيهوش ميه. هو ده التفل بتاعه بس، ويا ريت يكون البشر ناعم عشان ما يظهرش قوي فيها. هضيف كمان البقدونس، وهضيف النشا والبيكنج باودر. البيكنج باودر فايدته ان هو بيعمل مسام اللحمه كده، مش بيخليها ان هي تكون مكتومه. وهحط البهارات يعني زي ما تحبي، بس هي لحد ما اللحمه ما بتحبش البهارات الكتيره، فقللي شويه فيها علشان تكون تظهر طعم اللحمه، ما تغطيش عليه. هبدأ ان انا اعملهم كويس مع بعض. ده ميه البصل انا مش هحتاجها خالص دلوقتي، هحتاجها ساعة التسوية بس، فانتي حطيها كده على جنب، هنحتاجها بعدين. هبدأ ان انا اقلب المكونات دي كويس جدا مع بعضها، ويفضل ان انا اسيبها فترة، يعني مثلا 10 دقايق كده مع بعض، بحيث ان هي تشرب بس من بعضها، الملح يكون داب شوية يعني الدنيا. دلوقتي انا خلصت من الخلط، وهي قوامها بقى زي ما انتم شايفين كده، اللي هي الطرية بتمسكيها تضغطي عليها بتتشكل معاكي، مش بتفرول، مش بتقع، مش فيها مثلا مية او كده، لا ماسكة نفسها كده وتحسيها زي العجينة شوية. والأعواد دي خلاص كده نقعها تمام. هحضر دلوقتي الصينية. أنا هشتغل في الصينية الكبيرة اللي هي في طقم مستطيل، غالبا كل البيوت فيها نفس الصينية دي. هشتغل فيها. لو عندك الصينية اللي هي بتاعت الشواية دي هيكون أفضل بكتير. لو عندك فحم يا ريت تمام، لكن هنعملها النهارده في الفرن. صبعتها بالشكل اللي انا عايزاه. بحط عودين مع بعض وببدأ اشكل عليهم، باخد جزء من اللحمة كورة كده وبنزل بيه على السخين، واعملي الكمية اللي انت عايزاها والشكل اللي انت عايزاه برضو. انا عملت نص الكمية بس، انا مش محتاجة اكتر من كده النهارده، وهعين الباقي هركنه في الفريزر، ووقت ما احتاجه بطلعه على طول. آم، مية البصل انا هدهن بيها الكفتة دي، ممكن تدهني بيها وتدخليها الفرن، ومثلا بعد 10 دقايق تطلعيها تدهني تاني وتدخليها، وبتقلبيها من جنب للتاني كل فترة والتانية. بس انا مش هعمل كده. انا بحط نسبة من مية، يعني بغلي مية وبضيفها في الصينية، وبعدين بحط معاها مية البصل دي واضيف عليها. مش بحط مية كتير خالص، يعني يعتبر مثلا فنجان قهوة بس من المية، وتكون مغلية. طبعا الفرن شغال من أول ما بدأت إن أنا أشتغل في الكفتة، شغال لأن اللحوم بالذات لازم تدخل على فرن يكون سخن كده، سخن عشان تاخد صدمتها فتحتفظ بالسوائل اللي فيها وما تتروش، عفوا ما تنشفش، تفضل طرية كده من جوه وجوسي. فتمام، أنا ضفت المية دلوقتي، وأضيف معاها مية البصل كمان، وبعدها هدخلها الفرن. بتقعد حوالي نص ساعة بالكتير خالص. لو الفرن بتاعك على حرارته عالية أو الشواية شغالة يعني تمام، هيظبطلك الدنيا أكتر. في نص الوقت اقلبيها على الناحية التانية. لو حسيت إن هي واخدة وش من مكان ومكان التاني لأ، بنقلبها عادي.
كمان كان ممكن إنِّك ترفعي الأعواد دي لو عندِك الصينية أقصر شوية ممكن تحطيها على الأطراف بتاعتها عادي مش هيحصل مشكلة. ده شكلها بعد ما طلعت، كانت حلوة أوي اللهم بارك. شايفين مفرّغة من جوّه ماسكة نفسها، آمم اللي هي ماسكة كده مش مفرولة، مش بتتقطّع، مش بتتهري. ما شاء الله كانت حلوة. جرّبوها ومتأكدة إن الطريقة دي هتعجبكم. سلام.